السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أصدقائي في كل مكان. هنتابع سريعا آخر التطورات الخاصة بملعب الأمير مولاي عبد الله داخل المملكة المغربية بمدينة الرباط. في البداية بنشكر قناة بلادي على التصوير الأكثر من رائع لتفاصيل الملعب. تابعونا. أهلا بيكم أصدقائي مرة تانية. نبتدي سريعا بالمنطقة الشرقية، وهنلاحظ ظهور الأعمدة الخاصة بالدور الثاني العلوي اللي بيتم تركيبها وتصنيعها فوق السقف اللي تم صبه في الفترة الماضية، وبالتأكيد واخد نفس الشكل الدوراني اللي كان تم عمله في الدور الأرضي، مع استمرار طبعا تركيب حديد التسليح الخاص بباقي البلاطات الخرسانية الخاصة بالسقف في الجهة اليمنى واليسرى من السقف. وهنلاحظ أصدقائي هنا إن الأعمدة في الدور الأرضي من النوع السميك، ولكن طلعت في الدور العلوي من النوع الرفيع زيها زي الأعمدة الخلفية اللي بيتم تركيبها حاليا، وده اللي هنشرحه بالتفصيل لما نيجي نعرض النموذج ال 3D الخاص بالملعب. وهنا من الحاجات اللي تم عملها في الملعب أيضا وهي صب الخرسانات العادية خلف المدرج الأرضي أو المنحنى الأرضي. وهنا هنلاحظ ان كل الاساسات اللي بيتم صبها جديدة خلف المدرجات من قطعة واحدة مش منفصلة زي القواعد اللي شفناها تحت المدرجات، وده طبعا راجع لان الاحمال اللي هيشيلها في الخلف اكتر من اللي هيشيلها في المقدمة، لانه هيشيل المدرج الثاني العلوي وكمان كل الادوار العلوية بما فيهم كمان السقف، فلازم تكون الاساسات في الخلف اكبر بكتير من اللي تكون متواجدة في المقدمة. وفي الجهة الشمالية أيضا بيتم تركيب حديد التسليح الخاص بالرافت فاونديشن أو اللبشة المسلحة، وشرحنا منذ قليل ليه بتتعمل لبشة. وهنروح للجهة الغربية من الملعب وهنلاحظ تطور كبير في تركيب أو صب الركرات الأرضية. وهنلاحظ هنا أن المدرجات المستقيمة أو حامل المدرجات المستقيم هم عبارة عن 14 ركر، وفيهم في المنتصف أربعة المقاس بتاعهم أقصر من باقي الركرات، وده طبعا اللي هيكون فيه مدخل اللعيبة، وأعتقد أنه رادد إلى الخلف علشان يكون فيه دكك البدلاء وخلافه، وده بالتأكيد اللي هنشوفه في الفترة القادمة مع تطور الأعمال في الملعب. ومن ضمن الأعمال الملحوظة أيضا أنه بيتم استمرارية تركيب البليتشر على الركرز أو المدرجات على الحوامل الخاصة بيها علشان يدينا الشكل اللي أمام حضراتكم في بداية لظهور المدرج الأرضي أو المستطيل اللي هيحدد أرضية الملعب. في الأخير لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد عن حصريات ملاعب كرة القدم حول العالم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.